اليوم يا أصدقائي سوف أشارك معكم توقعاتي وتحليلات لمباراة يوم الأحد إن شاء الله. نبدأ بالدوري الإنجليزي، لدينا ثلاث مباريات. نبدأ بمباراة بورنموث وكريستال بالاس. هذه المباراة سوف يلعب بورنموث ضد كريستال بالاس في ملعبه. هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب الفوز لبورنموث. وفي المباراة الثانية لدينا أصدقاء المباراة النارية ما بين مان يونايتد وليفربول. أنتم تعرفون في الآونة الأخيرة مان يونايتد في حال جيدة كثيرا. لذا يا أصدقائي سوف نلعب خيارين، إما فوز مان يونايتد أو التعادل، لكلا الفريقين 1-1 أو 2-2، مهم الفوز أو التعادل. وفي المباراة الثالثة لدينا أستون فيلا وتوتنهام. أنتم تعرفون أصدقائي إنه في المركز 18 المهدد بالهبوط إلى الشامبيونشيب. هذه المباراة يا أصدقائي إلى نخاطر. سوف أنا أعطيكم الخيار دائما السهل. لذا يا أصدقائي سوف نلعب هذه المباراة كلا الفريقين يسجل. 2-2 1-1 2-1، المهم كلا الفريقين يسجل. ونذهب أصدقائي إلى الدوري الفرنسي. نذهب إلى مباراة ليل ولوهافر. أنتم تعرفون ليل في المركز الرابع، هي وليون 57 هم يلعبون على الشامبيونز ليج. لذا سوف نلعب وليل في ملعبه، لذا سوف نلعب ليل يفوز على أود 1.44. لذا سوف نلعب ليل يفوز. وفي المباراة الثانية لدينا ليون ورين. أنتم لقد قلت لكم 57 هو وفريق ليل. لذا ليون يجب عليه أن يفوز. وفي هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب ليون يفوز، الأود 2.21. لذا سوف نلعب ليون يفوز. وفي المباريات القادمة سوف نذهب إلى الدوري الألماني. لدينا بروسيا مونشنغلادباخ ودورتموند. في المركز الثاني بفارق 10 نقاط أو 8 نقاط على باير دورتموند، ويلعب ضد بروسيا مونشنغلادباخ الذي هو في المركز الرابع عشر. في هذه المباراة يا أصدقائي سوف نلعب أكثر من 3 أهداف. أنتم تعرفون الدوري الألماني دائما يكون فيه الأهداف كثيرة، 2-2 3-2. أنتم لاحظوا. لذا سوف نلعب أصدقائي هذه المباراة أكثر من 3 أهداف. ونذهب إلى الدوري المغربي. لدينا مباراة نادي الزمامرة والوداد البيضاوي. آخر 5 مباريات لم يفوز في آخر 5 مباريات. لذا يطمح في الفوز في هذه المباراة. وسوف نلعب خيارين، إما فوز الوداد أو التعادل، لكلا الفريقين. ونذهب أيضا إلى المباراة الثانية. لدينا اتحاد طنجة والجيش الملكي. أنتم تلاحظون السباق ما بين المغرب الفاسي والجيش الملكي بفارق 2 نقطتين. ونلاحظ أن اتحاد طنجة في المركز العاشر تريد أن تفوز لكي تضاعف الحظوظ، لكي لا تنزل إلى منطقة الخطر، وتلعب في ملعبها وبدون جمهور الجيش الملكي. لذا سوف تكون مباراة صعبة. لذا يا أصدقائي هذه المباراة لكي لا نخاطر سوف نلعب كلا الفريقين يسجل. ونذهب يا أصدقائي إلى لا ليغا الدوري الإسباني. لدينا ريال بيتيز وريال أوفيدو. ريال بيتيز يحتل المركز الخامس ب50 نقطة، وريال أوفيدو سوف ينزل إلى الدوري الإسباني الثاني. لذا يا أصدقائي سوف نلعب الفوز لريال بيتيز. أنا يا أصدقائي أعطيكم دائما الخيار السهل. أنا بإمكاني أعطيكم الخيارات الصعبة، ولكن لا، أنا أريد أن أعطيكم من تحليلاتي الخيار السهل. وفي المباراة الأخيرة لدينا إسبانيول وريال مدريد. إسبانيول على ملعبه، وريال مدريد في المركز الثاني البعيد جدا على برشلونة. إذا يا أصدقائي أنا أقول الدوري راح إلى برشلونة للأسف، لأني أنا مدريدي. وهذه المباراة يا أصدقائي سوف أقول من خلال تحليل لهذه المباراة سوف نلعبها يتعادلان في
الشوط الأول يتعادلان في الشوط الأول، يتعادلان في الشوط الأول. هذه المباراة سوف نلعب يتعادلان في الشوط الأول، مثلا 0-0 في الشوط الأول، 1-1 في الشوط الأول. وأصدقائي ننتهي بهذا الفيديو. لا تنسوا يا أصدقائي زر اللايك، ولا تنسوا السبسكرايب ليصلكم أي جديد، ونلتقي بتحليلات وتوقعات مباريات الاثنين إن شاء الله، وإلى اللقاء.